بحتاج 3 معالق كبيرة من النشا، معاهم 3 معالق كبيرة من الدقيق، معاهم نص كوباية سكر و2 صفار بيض، وآخر حاجة بزودها بتكون 3 كوبايات من الحليب. وبقلب الميكس ده الأول على البارد قبل ما أرفعه على النار. بعدين باخد الحلة بتاعتي بحطها على نار تكون وسط وبستمر بالتقليب لحد ما يبدأ يتقل معايا، ومجرد ما تلاحظوا إن عمل عيون كده على الوش اطفوا النار على طول. وفي الخطوة دي بزود معلقة ونص صغيرة من الفانيليا، ممكن فانيليا باودر أو فانيليا سايلة. وبدون ما استنى كتير باخد الخليط ده وهو ساخن وانزل بيه في طبق يكون واسع، وهتلاحظوا انه تقل ويتماسك معاكوا على طول. لما يبرد تماما بخرجه من التلاجة وبزود عليه باكت واحد من الكريم شانتيه ومعاهم نص كوباية من الحليب. ببدأ بالمضرب أخلطهم تاني مع بعض لحد ما يتكون معايا خليط كريمي وناعم كده. وبنحتاج بسكوت سادة بأي نكهة تحبوها. الأول بفرد معلقة كبيرة من كريمة الإكلير في القاعدة، بعدين ببدأ أوزع عليها البسكوت. أهم حاجة إن آخر طبقة توصلوا لها تكون كريمة الإكلير من فوق. بوزعها كويس على الوش، بعدين بغطيها وبدخلها التلاجة ترتاح براحتها خالص. قبل التقديم بعمله صوص شوكولاتة، ممكن يكون ميكس بين الكريمة والشوكولاتة أو ميكس بين الشوكولاتة والقشطة، أو ممكن كوباية شوكولاتة مع معلقة كبيرة من الزبدة وربع كوباية حليب. تدوبوهم في الميكرويف وتغطوا بيهم وش الصينية دي. سخنت نص كوباية من الكريمة ودوبت فيها كوباية من الشوكولاتة، قلبتهم مع بعض لحد ما دابوا ووزعتهم على الوش بالطريقة دي. ممكن نستبدل الكريمة بإننا نسخن ربع كوباية من الحليب مع معلقة كبيرة من الزبدة. لما يسخنوا كويس حطوا فيهم الشوكولاتة ودوبوهم مع بعض، ده بيكون بديل اقتصادي أكتر للكريمة. وشها بيكون فيه لمعة لذيذة قوي، فبحب أكتفي بس ببشر شوكولاتة على الوش. لو بتحبوا تاكلوها شير بالمعلقة فبتبقى لذيذة قوي، وممكن كمان تاخدوا منها قطع بتطلع خطيرة كده، طبقات كريمي، وهتحسوا انكم بتاكلوا حاجة